السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم سالم طارق، ودلوقتي معانا الدرس السابع كده المفروض، أو الدرس السابع من كورس القلب. واللي هنبدأ فيه هنشرح تاني حاجة من حاجات المينيفاي، من بلجنز المينيفاي. هنشرح النهاردة البلجن اللي بتعمل تاني حاجة المينيفاي للسي اس اس، إن زي ما خلينا ملفات ال HTML تطلع بالشكل ده عشان نخفف البرفورمانس. عشان نعلي البرفورمانس فلازم نعملها كمان في ملف السي اس اس. هنيجي هنا نكتب برضه جوه سي اس اس. طبعا انا اصلا في بلجنز اصلا جايبها من فيور اللي انا بستعملها عادة، بس بحب اوريكم ان في كذا بلجن انتوا عايزينه. طبعا انا كنت بستعمل مانيفاي ديت، انما تقريبا هي وكلين ديت واحدة فيهم اندمجت في التانية زي ما حصل مع ال HTML من، يعني واحدة فيهم ضغطت التانية. طبعا زي ما احنا شايفين كده في كذا بلجن اهو بتعمل نفس العملية، هي بتعمل برضه مانيفاي. فهنيجي هنا كده. طبعا البلجنز بتاعتنا يبقى احسن ان احنا ندور عليها في الام بي ام مباشرة. انا بحب ادور على جوجل كده. هنيجي نقعد يقول لك برضو ان زي ما قلت واحدة فيهم اندمجت في التانية. المينيفاي سي اس اس ضغطت في الكلين سي اس اس، يعني بيبقوا ضاغطين هما الاتنين في بعض وبيعملوا مميزات اهو. دلوقتي هنبتدي ننزلها. طبعا احنا دلوقتي هننزل البلجن، نبدأ تنزيلها. نكتب الامر اهو، نكتب كالعادة ام بي ام اي اللي شرحنا المفروض. نكتب اسم البلجن، نكتب اهو داش سي اس. طبعا هي في بلجنز كده اسمها طويل شوية بس عادي اهو كده. ودلوقتي البلجن نزل عندنا، نروح بقى نستدعي في الملف عن طريق المتغير بتاعها اهو. انا مثلا سي اس اس مين زي التانية طبعا زي ما قلنا الاسم دوت بكيفك انت، مش بكيف الجواب. اسم الفاريبل كده اهو، انا سايبين عشان نيجي نقعد بقى شفت تستعمل زي ما قلنا الملف. طبعا هو بيقول لنا هي بتاخد اتنين اوبشنز والكول باك فانكشن. الكول باك ان احنا نخليه بعد ما يخلص شغله، يقوم باعت لنا حاجه، يقوم عامل حاجه معينه اهو. بعد ما يخلص شغل فانكشن كونسول لوج اديت ان هو يطلع شويه حاجات متقدمه، تستعمل في حاجات متقدمه كده. المهم نقدر نكتب اسمها كده اهو، نستعملها كبايب في الملف برضو زي ما قلنا نحطها قبل الريلود. نحط كده اهو كده، نقول له نو دوت ديس الديس اللي احنا شرحناها كده. فهنقول له من داش، طبعا شرحنا حكاية الداش في الدوت ديت سي اس اس داش، برضه شرحنا حكاية الداش دي زي ما قلنا. كده طبعا انا اتلخبطت وكده مش مشكلة اهو. هنحط الأول عشان نستعمل الأول سي اس اس مينيفاي، نوضح ان سي اس اس مين. طبعا كل بلجنز بتشتغل وبتعمل كمان اجيبهم كمان الشغل المفروض تعملهم من غير ما نكتب لها اي بارامترز. حافظين اهو، مكتبناش دلوقتي اي بارامترز، ممكن نجرب سي اس اس نجرب كده. دلوقتي هي خلصت زي ما احنا شايفين ساعة 30 مللي سكند. طبعا دلوقتي اللي بياخده في عمل البلجن، واعتقد ان احنا شرحناها. لو ما شرحناش تقدر تفكرني في التعليقات وانا هشرحها. نيجي عند سي اس اس. طبعا احنا شرحنا ملف سي اس اس واحد اهو زي ما قلنا، احنا دلوقتي عملنا من غير بارامتر اهو. دي كلها اهي، ادي الملف اهو قبل المينيفاي وادي الملف بعد المينيفاي، نفس الموضوع برضه ضيف على السي اس اس. طبعا بلجنز السي اس اس مش هتنفع مع ال HTML خالص، بنجيب لها بلجن ليها اهو زي ما احنا شايفين. طبعا ديت السورس مود دي هنشرحها ان شاء الله في الدرس الجاي او اللي بعديه بالكبير اوي اهي. هنا بيقول لك دي compatibility، انها تكون compatible مع مين، مع انهي براوزر بالظبط. تقدر تحطهم مثلا لغاية تقدر تحط له اي اهي. دي اكتر مش تعمل اكتر منها، البارامتر دي مش تعمل اكتر منها تخليها تشتغل مع الانترنت اكسبلورر 8 اهو. حافظين الكلام مش شغال معانا. طيب سي اس اس وعملنا بعد ما حطيناها الاسترادات ممكن تشوفها اشتغل كبير هنلاقيهم. هو بس بنجرب في بعض الحاجات اللي متنفعش اللي لازم تتعمل عشان تشتغل عدل مع الانترنت اكسبلورر 8. فانا اهو كده احنا عملناه اهو كده. احنا
نعملهم كده. احنا خلينا كده، احنا ضفنا اللي يعمل من الفايل الملفات ال HTML CSS، وجزء جاي من الدرس ده تقدروا تختصروه لو هتستعملوا البلجن دي. مش عايزين تستعملوه، عايزين تستعملوا حاجة تبع حاجة تبع حاجة تبع النت وكده اهو. لو مش عايزين تستعملوا البلجن نقول HTML CSS برضه ميني فاير اهو، ميني فاير. طبعا انا بستعمل حاجة اسمها CSS compressor، ده انا بستعمله افضلهم يعتبر. برضه فتحنا اتنين، برضه هتلاقيهم كده تحت الفيديو لو عايزين تخش عليهم. فالفرق مش كبير ما بينهم وبين البلجن. الفرق ان دول اونلاين، يعني شغالين معاك فور، مش هتحتاج ان انت تنزل لهم غلط وكده تحطهم في اوانها. طب جرب حياتهم ينفع كتبهم ايه. او ده مثلا ده تحدد درجة الكومبريس لو في مثلا انك تشوفها اهي. احنا واخدين ملف السي اس اس اللي هنا اهو، اللي هو واخدينه كده اهوت اهو. ادي ملف السي اس اس واخدينه كده اهوت، كوبي عملنا بيست اهوت، نعمل له كومبريس اهو. هنا بقى بيظهر لك الانبوت اللي دخله كان 6 بايت، اللي خرج كان 4 بايت، ودي نسبة المساحة اللي هو حافظها لك. نقفل دوت. في عندنا ده هيظهر دي تقريبا نفس الأسلوب برضه، ندخله ده كده. بس ده مديك انت تحمل الملف اللي هيدعمل ملفات كملف CSS عادي متبقاش كوبي اهو. مينيفاي، عمل مينيفاي اهو، سيلكت اول تقدر تقول له كليك يمين وكوبي. كنت كمان بس عندك ملف وده كده كان شرح النهاردة ازاي نعمل مينيفاي CSS فايلز عن طريق جال. كده فاضل لنا كام حاجة ونخلص من عيلة المينيفاينج ديت ونخش في اللي بعديه. يا رب يكون شرح لكم. أول شرح لكم تحطوا على اللايك، شيروا الفيديو عشان يوصل لكل اللي تعرفوهم فاتتهم. تقدروا تتابعونا من على الفيسبوك لو عايزين ان شاء الله. الصفحة بتاعت جوجل بلس والتويتر والكلام ده هتبقى جاهزة قريب. أنا دلوقتي في صدد كمان، في صدد عمل الموقع بتاعنا. هيكون موقع استيك عادي، الموقع مش هيكون نازل عليه اعلانات ولا حاجة، هو مجرد بس هيكون زي اشهار الحاجة بتاعتنا عشان تقدروا توصلوها. هيكون فيها RSS زي ما قلنا. طبعا الخطة دي كلها تنزل على القناة قريب في فيديو ان شاء الله. يا رب يكون شرح لكم. متنسوش تعملوا لايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.